بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، كل عام وحضراتكم جميعا بخير وسلام. اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه ليكم جميعا بكل التحية وكل التقدير والاحترام، وأهنئ المتسابقين اللي احنا كرمناهم النهارده، وحتى المتسابقين اللي ما كانوش ليهم حظ ان يكونوا موجودين معانا. وكمان احيي الضيوف من الدول العربية الشقيقة ومن الدول الإسلامية الصديقة. أهلا وسهلا بكم. أتحدث إليكم اليوم بالاحتفال بذكرى ليلة القدر. والحقيقة أنا يعني في كلمة أنا مجهزها صحيح، بس أنا هتكلم كإنسان مسلم مهموم بدينه، مهموم بشكل دينه، مهموم بالإساءة لدينه. جميل قوي إن احنا نحتفل بحفظ الكتاب الله، ده كويس، لكن كمان مهم قوي إن احنا نحتفل بفهم حقيقي وأبحاث حقيقية لكتاب الله. مهم قوي إن احنا مش بس نبقى حافظينه، نبقى فاهمينه فهم حقيقي ما أمكن بما يتناسب مع العصر اللي احنا موجودين فيه. وهو جاهز لهذا التحدي، هو جاهز لهذا التحدي. مهم كمان قوي ان احنا مش بس نحفظه ومش بس نفهمه، ولكن كمان ممارستنا ليه. انا متصور ان احنا محتاجين في مسابقة زي اللي احنا بنعملها نضيف ده، نضيف البنود ديت، بنود الفهم، بنود الأبحاث والدراسات التي أكيد هي موجودة وأكيد في ناس بتشتغل في ده، لكن احنا محتاجين نلقي الضوء عليها ونشوفها في ليلة احتفال زي كده، وفي مناسبة تكريم متسابقين زي كده. مهم كمان ان احنا لما نيجي نقول الممارسة، يعني نجيب إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فين المسابقات اللي تؤكد الممارسة دي؟ يعني جبنا أفضل مدرس أو أفضل مجموعة مدرسين بيتميزوا بمكارم الأخلاق، ممكن نعمل كده. جبنا أفضل مسلسل بيعالج مكارم الأخلاق، جبنا أفضل مذيع في الراديو والتلفزيون اتسم سلوكه بمكارم الأخلاق، جبنا في مجال الصحافة والإعلام وأي مهنة أخرى ناس التزمت واشتهرت وتميزت بمكارم الأخلاق. أنا متصور إن احنا محتاجين يعني لما نيجي نكافئ نضيف كمان لمسابقة حفظ القرآن المعاني الطيبة اللي ديننا طالبنا بيها. وأنا اسمح لي فضيلة وزير الأوقاف وفضيلة الإمام فكروا في اللي أنا بتكلم فيه ده، لأن احنا كتير مننا حفظ الكتاب صحيح، لكن في كمان ناس بتقتلنا حفظ الكتاب. أيوة، في ناس بتقتلنا حفظ الكتاب. عشان كده بقول لكم إن أنا بلاش أتكلم بورق، أنا بتكلم بهموم الإنسان اللي يرى الإساءة الحقيقية لدينه على وجه الأرض، وإحنا بنتفرج عليها بشكل أو بآخر، وسايبين الإساءة ديت وبندور بس فقط على إذا كان في إيذاء لينا
وأنا متصور إن الإيذاء الأكبر، أنا متصور إن أنا هتحاسب على غيرتي على الله وعلى دينه، إن أنا أسمح بالإساءة لهذا الدين وتقديمه للناس بالشكل اللي مش احنا الشكل اللي متقدم بيه. خلينا نتكلم بوضوح أكتر. الإسلام اتكلم على الصدق. يا ترى تميزنا وسط الأمم بالصدق؟ الإسلام تكلم على الإتقان. تميزنا وسط الأمم بالإتقان؟ الإسلام تكلم على السماحة. تميزنا وسط الأمم بالسماحة؟ يعني في كلام كتير موجود، يا ترى احنا فين منه؟ وعشان كده الأزهر دوره عظيم جدا كمؤسسة دينية، وله مني ومنا كل الدعم. الأزهر له منا ومنا كل الدعم. أنا مش بجامل، يعني لما بقول كده مش بجامل، عشان أنا في هذا المحفل وهذه المناسبة أنا بتكلم على دور أنا هتحاسب عليه، وإحنا كمان هنتحاسب عليه، وهنقف قدام ربنا يوم القيامة ويقول هنت عليكم تقدموني للناس بالشكل اللي انتم قدمتموني بيه، ولم تحركوا ساكنا. الخطاب الديني هذا الخطاب بيتطور بالتطور الإنساني. احنا مش هنتكلم أبدا في ثوابت الدين، مفيش حد يقدر يتكلم فيها، لكن الخطاب الديني بالتعامل مع الناس مش ممكن أبدا ما يبقاش هو قادر على التعامل مع التطور الإنساني اللي خلقه ربنا. اللي خلق الدين ربنا، كل الأديان، واللي خلق التطور الإنساني برضه ربنا، ولن يتقاطعا. لكن احنا ممكن نكون مش قادرين نطوره بالشكل التي يتناسب مع التطور ده. مش معقول ان احنا ننعزل عن محيطنا متصورين. انا مش بكلم اهل الوسطية واهل السماحة، لا طبعا،